السلام عليكم، أهلا بيكم. معاكم كريم. فيلمنا النهاردة مقتبس من أحداث حقيقية عن أضخم وأشرس مخلوق ظهر في أستراليا. هل هيقدر عليه البشر ولا الطبيعة ليها رأي تاني؟ فيلمنا بيبدأ بمجموعة من البقر واقفين جاست تشيلينج جنب بحيرة، لكن فجأة بيظهر مخلوق ويخطف حتة سمينة، وبنروح على رحلة لمجموعة من السياح وسط بحيرة، وغرض الرحلة هي الفرجة على التماسيح تحت قيادة البت كيت وكلبها كيفن. والمجموعة مكونة من ألين ومراته إليزابيث وبنتهم شيري وإيفرت ومراته وجوين وراسل وسايمون اللي شبه حرامي الغسيل وبيت المراسل اللي جاي يعمل تغطية عن التماسيح الطيب. وبنشوف إن فعلا في قارب تاني معاهم والتماسيح بتلعب معاهم، وبنعرف إن كيت عندها معلومات كتيرة جدا عن التماسيح، ومن ضمنها إن التمساح ما بيهاجمش أي حاجة إلا لو كانت أصغر منه حجما، شيء مطمئن فعلا يا بت يا كيت. وبيظهر جاك سولي واحد من أهل المدينة، بيحاول دايما يتقرب للبت كيت لكنها كرفاه ومش مدياله ريق حلو، فبيحاول يضايقها لكنها بتهدده إنها تدهس القارب بتاعه. ويا دوبك صاحبه حس إن كيت بتتكلم جد فجري على طول بالقارب ووقع سولي. كان لازم دي تكون إشارة ليه إن هو هيعمل فيلم أفاتار طريقة المية. وبيكملوا رحلتهم لكن فجأة بيلمحوا إشارة استغاثة، وبتقرر كيت إنها تروح تستجيب، يمكن حد محتاج مساعدة رغم قلق ورفض بعض الركاب. وبيلاقوا قارب مقلوب جوه المية، لكن فجأة حاجة ضخمة بتخبط في القارب بتاعهم. يا ساتر يا ساتر، الخبطة بتعمل خرم في القارب، وبتجري كيت بسرعة بالقارب لحد ما خبطت في صخرة كبيرة. وبيلاقوا نفسهم في جزيرة صغيرة على وشك إن المية تغطيها مع ارتفاع المد، وبينهار الجميع. وبيقرر راسل إن هو ينزل جوه المية ويعبر للأمان، لكن كيت بتحذره لأن هما مش عارفين إيه اللي موجود جوه المية. لكنه بيصمم وبيوقفوا إيفرت، لكن فجأة بيختفي إيفرت وسط صريخ مراته ودهشة الجميع. وبيظهر سوري أخيرا اللي جاي ورا كيت لأنه من الرجالة اللي عاملة زي طبع البوسطة، كل ما تف عليه يلزق أكتر. وبيحاولوا يحذروه من اللي في المية لكنه عمال يستعرض قدامها زي القرود في موسم التزاوج، لحد ما فجأة يطير القارب بتاعه ويقع هو وصاحبه في المية. لكن بينجح سولي انه يعوم بسرعة ويوصل لهم، لكن صاحبه تعيش انت يا حاج. ومع حلول الظلام بيقترح سولي خطة مجنونة انه يربط نفسه بحبل ويروح لليابس ويربط الحبل ده في شجرة عالية علشان يعبروا بيها للناحية التانية ويسيبوا الجزيرة دي خالص. وبالفعل بيبدأ سولي في تنفيذ الخطة ويعبر، والمخلوق محترم وما قتلهوش، وبيوصل للناحية التانية فعلا ويربط الحبل. شكل الخطة هتنجح فعلا. وبتبدأ ماري تتسلق الحبل، لكن قبل ما بتوصل للنهاية بتتجمد مكانها، خلاص مش قادرة تتحرك. وده بيحصل لبعض الناس مع زيادة الأدرينالين في الجسم. وعلى الفور بيقرر ألين إن هو يطلع هو وبنته على الحبل علشان يضغطوا عليها عشان تتحرك بسرعة البت الغبية دي، لكنها للأسف مش بتتحرك خالص ولا بتتعتع من مكانها. وعلى الناحية التانية بيسمع سولي صوت بيسأله فيشت الهوامش، فبيبص سولي بدهشة عشان يلاقي تمساح ضخم بيخلص عليه، وبتقع الشجرة بالحبل بيهم كلهم، ويكون منظرهم في البحيرة زي سلطة البابا غنوج وهم قطع البتنجان اللي فيه. وبيسبحوا بسرعة ويوصلوا للجزيرة، وبيعتذر ألين لكيت على اللي عمله، بس التمساح بيشده ويسبح بيه تحت المية. وبعد ما خلاص ارتفعت المية وعلى وشك انها تغمر الجزيرة كلها، بيقترح بيت ان هما يرموا الطعم للتمساح من ناحية ويجروا هما من الناحية التانية، وكلهم بيبصوا ان الطعم ده يكون كلب كيت. فكيت قالت لهم ورحمة امي لو جه حد ناحية الكلب بتاعي لا هسيب لكم الفيلم وامشي، الدنيا حر وانا مش طايقة نفسي. وبيلاقي سايمون ان سولي وصاحبه كانوا مصطادين طيور، بالتالي هيرموها هي بدل من الكلب، بحيث ان هم يربطوا الطيور بهلب القارب وكأنه صنارة، ويربطوه في صخرة كبيرة يحجزوا بيها التمساح لفترة من الوقت. وبيستعدوا بالعوامات وكأنهم رايحين جمصة علشان يتحركوا بسرعة. بس إليزابيث بتقول لراسل أنا مش هقدر أعوم بحالتي دي، أنا ماشية بعكاز. فقال لها وأنا مش هسيبك أبدا للموت، أنا هكون معاكي. واضح ان الواد معجب بيها، وبالاخص بعد ما جوزها مات. وكيت بتسيب كلبها مع بيت لان التماسيح بتنجذب لرائحة الكلاب، فلازم الكلب يكون اخر واحد. ووعدها بيت ان هو هياخد باله منه. وفجأة بيقع التمساح في الطعم وكلهم بيتحركوا بسرعة، وبيحاول بيت يمسك الصخرة عشان التمساح ما يشدهاش لحد ما يقرر انه خلاص لازم يتحرك بعد ما اغلبهم قربوا يوصلوا. لكن فجأة الحبل بيترخي وبيكتشف ان التمساح فك وكلهم عبروا إلا كيت، وبيحاول يحذرها إن خلاص فات الأوان. والتمساح فك
لكن بعد ما أدركت كيت إن مفيش جدوى وإن هي مستحيل توصل لليابس بسرعة، قالت لهم امشوا انتوا، اهربوا، اخرجوا من هنا. وبالفعل التمساح ما اداهاش أي فرصة وخدها ونزل تحت المية. وبعد ما بيوصلوا لليابس بيحاول ينادي عليها لكن بلا جدوى. وفي ظل ما هو ماشي فجأة كيفن بيجري منه وبيجري وراه لأنه وعدها إنه هياخد باله من الكلب، وبيحاول يتبع الكلب وبيوصل لمكان غريب جدا وبيسمع نباح الكلب وبيدخل مكان أشبه بكهف عملاق وبيلاقي إن الكلب واقف قدام جثة كيت وبيجري عليها بيت عشان يكتشف إن هي لسه عايشة. لكن فجأة كيفن بيجري ويهوهو على حاجة بعيدة عشان فجأة الهوهوة تقف وبيقرر بيت إنه يهرب بكيت بسرعة وكأنه بيقول أنا مش هستنى أشوف مين اللي جاي، بس بيكتشف إن كيت تقيلة أوي فبيقرر ان هو يحطها في زنقور لحد ما يشوف ايه اللي حصل لكيفن. وبيوصل التمساح الضخم فعلا لكنه مش جاي قاتل، ده جاي يقيل وياخد تعسيلة. وهنا بيقرر بيت ان هو يهرب بكيت وفي كل خطوة بيبص وراه علشان يتأكد ان التمساح لسه نايم. لكنه فجأة بيبص ومش بيلاقي التمساح وبيظهر التمساح فجأة ويهاجمه لكنه بيهرب منه بسرعة جوه زنقور وبيصرخ بيت وبيقول له ابعد ابعد، لكن التمساح غلبان وعايز حتة. وفجأة بيلاقي بيت عصاية وزنقور يقدر يخرج منه وبيحاول يخرج لكن التمساح بيضربه بديله وبيتحرك ناحيته، لكن بيت بيفكر كويس ويستعمل العصاية لكن التمساح بيكسرها له ويطيره. وبيدخل بيت في زنقور عشان يهرب منه لكن بيجري التمساح وراه ويرمه من ايده، لكن بيلاقي ان طعم وحش وبيسيبه ويروح ناحية كيت وبيحاول يقرب منها. لكن بيت بيرمي عليه طوبة عشان يسيب كيت ويتحرك ناحيته، لكن بتجيله فكرة جهنمية انه يستعمل الصخرة اللي وراه والعصاية كرمح وبالتالي بيهاجموا التمساح، بس الرمح بيرشق في راسه وبيت بياخد كيت ويطلع بيها بره عشان توصل طائرة الإغاثة وبتشكره كيت لكن بيقول لها انت لازم تخسي. الفيلم ده جميل في المؤثرات البصرية جدا، لكن من الواضح جدا ان اداء الممثلين في الفيلم ده ما كانش على المستوى المطلوب، جايز بسبب الحرارة العالية بتاعة المنطقة في وقت تصوير الفيلم، لان في مجموعة من الممثلين شاركت في الفيلم ده هم ممثلين اكفاء. يا ريت تقولوا لي رايكم في الفيلم تحت في التعليقات. كان معاكم كريم رمضان. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تدوس لايك وشير الفيديو عشان نوصل على اكبر الناس، ولو عجبك المحتوى بتاعي ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان ما يفوتكش اي فيديو. بس ما تخليش اي فيلم او اي فيديو ليك عن الصلاة وعلى ربنا. بس كده الفيديو خلاص، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم.